السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. أعضاء السلك الدبلوماسي يعزون الرئيس إسياس أفورقي. الاتحاد الوطني للمرأة يعقد اجتماع تقييمي نصف السنوي. المدرسة الفنية بدكم حارة تخرج طلابها بدرجة الشهادة. روسيا تغلق قنصلية روما وتطرد القنصل العام. ملك إسبانيا يلتقي رئيسة المكسيك في مكسيكو لطي صفحة الماضي. كوريا الجنوبية تعتزم تدريب نصف مليون مسيرة لمواجهة حجارتها الشمالية. إلى التفاصيل. قدم سفراء ودبلوماسيون مقيمون في إريتريا تعازيهم للرئيس إسياس أفورقي والأسرة بكاملها في وفاة المناضل أدانيش برهي. وقدم أعضاء السلك الدبلوماسية تعازي أثناء زيارتهم صباح اليوم إلى بيت العزاء بمقر إقامة الأسرة. وتوفيت المناضلة أدانيش برهي يوم 22 من يونيو عن عمر ناهز 97 عاما، ووريت الثرى يوم 24 من يونيو في مقبرة صلاة. عقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة اجتماعها التقييمي النصف السنوي للعام 2026 يوم 24 و25 من يونيو في العاصمة أسمرة، حيث استعرضت سير تنفيذ برامجها وأنشطتها خلال النصف الأول من العام. وأوضحت رئيسة الاتحاد تخاتسة ميكيل أن جهودا ملموسة بذلت في مجال توسيع وترسيخ الهياكل التنظيمية وتعزيز برامج التدريب المهني واستقطاب عضوات جدد، إلى جانب ارتقاء الوعي السياسي للمرأة وتنظيم الندوات والمحاضرات التوعوية، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة لتضافر جهود مختلف مكونات الاتحاد. وقدمت رؤساء الأقسام والفروع تقارير تناولت الأنشطة المنفذة في مجالات الصحة الأمومة والطفولة، حيث أشارت إلى ارتفاع نسبة الاستفادة من خدمات متابعة الحوامل في مختلف المناطق، فضلا عن التقدم المحرز في مكافحة الممارسات الضارة وحماية حقوق الأطفال. كما ناقش الاجتماع دور الشركاء في دعم البرامج المختلفة، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى استقطاب عضوات جديدات وتعزيز العمل المشترك من أجل رفع مستوى الوعي. وفي ختام أعماله أجرى الاجتماع تقييما معمقا لما تحقق من إنجازات ومبرزة من تحديات، وخرج بجملة من التوصيات من بينها مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، وتوفير الكوادر المهنية المؤهلة، وتوسيع برامج التدريب الهادفة لتنمية قدرات المرأة. خرجت المدرسة الفنية بدكم حرة في 24 من يونيو جاري 144 طالبا أنهوا برامج تدريب ممتد لعامين في مجالات الميكانيكا، السيارات والكهرباء والبناء وأعمال النجارة والحدادة، إضافة إلى الإلكترونيات وأعمال المعادن. وفي كلمته خلال حفل التخريج الذي جرى للمرة 22 للمدرسة، أوضح مدير المدرسة الأستاذ وهاب محمد علي أن الخريجين استكملوا دراستهم النظرية والتطبيقية بكفاءة، داعيا إياهم إلى مواصلة تطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال العمل الميداني والمطالعة المستمرة، والاستفادة من المعارف التي اكتسبوها كأساس لمسيرتهم المهنية. من جانبها أشار المدير العام للتعليم والتدريب التقني والمهني بوزارة التعليم السيد سفايسيوم إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في قطاع التعليم، مؤكدا أهمية اغتنام الشباب للفرصة المتاحة أمامهم بما يساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الوطنية. كما حث مديرية دكم حارة السيد يمان أبرار الخريجين على التحلي بالمثابرة والاجتهاد، موضحا أنهم ينتقلون اليوم من مرحلة التكوين المهني إلى مرحلة إثبات قدراتهم عمليا في ميادين العمل بعد عامين من الدراسة والتدريب المتخصص.
يذكر أن المدرسة الفنية بدكمحر التي بدأت تقديم التعليم التقني النظامي للطلاب القادمين من مختلف أنحاء البلاد في العام 1999 خرجت خلال السنوات الماضية 413 طالب بدرجة الدبلوم و3577 طالب بشهادة فنية وفقا لسجلاتها الرسمية. قال المسؤول البيطري في مديرية قلوجة سيسر غامداني أن الماشية في المديرية تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية المستمرة، وأشار إلى وجود أكثر من 200 ألف رأس من الأبقار وأكثر من 160 ألف من الماعز وأكثر من 360 ألف من الأغنام وأكثر من 14 ألف من الإبل، مضيفا أن العمل مع الشركاء قد أثمر نتائج إيجابية لضمان صحة الحيوان وحماية البيئة. وذكر تسيير دورات مستمرة لمنع انتقال الأمراض عبر الحدود الناجمة عن التنقل من وإلى مديرية كلوج نظرا لوقوعها على الحدود مع دولتين. وثمن تعاون المزارعين ومربي الماشية والرعاة في نقل المعلومات الآنية. وأوضح تطعيم أكثر من 40 ألف رأس من الأبقار في العام 2026 لظهور مرض الطاعون البقري، بالإضافة إلى برامج مماثلة في الماعز والأغنام وتنفيذ حملة تطعيم ضد داء الكلب. ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد من قام بتحويل المراعي إلى مزارع بشكل غير قانوني في مناطق منغولا وسابنايت وقرقف وعد شاقلا، وإلى اهتمام جاد بالحفائر. من جانبهم أفاد مربي الماشية بأن مشيتهم تتمتع بصحة جيدة بفضل الرعاية البيطرية الملائمة، إلا أنهم اضطروا إلى إجراء الإهمال في مناطق الرعي. عقدت الجمعية الوطنية لذوي الإعاقة الذهنية في فرع أقليم جنوب البحر الأحمر اجتماعا في مدينة عصب يوم 25 من يونيو لمناقشة الفرص المتاحة للمواطنين من ذوي الإعاقات الذهنية بالانضمام إلى الجمعية. وأوضحت رئيسة الفرع الأستاذة حياة عبد الله أن بأن الاجتماع الذي حضره رعاة ذوي الإعاقة الذهنية وإدارات الضواحي وقادة مجموعات والشركاء يهدف إلى القضاء على التمييز من خلال رفع وعي مستوى الوعي لدى المجتمع ومقدمي الخدمات العامة. وذكرت أن الفرع تأسس في العام 2015 ووصل عدد أعضائه إلى 145 عضوا واستفاد منه 28 عضوا في الفرص التعليمية. ودعت إلى غير المنضمين إلى الانضمام في الجمعية. واقترح المشاركون على ضرورة الدفع بأنشطة التوعية المجتمعية وبذل جهود جادة لتحسين سبل الحياة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية ترعى قدرات أطفال من ذوي الإعاقة. ودعا مدير مديرية عصب السيد برهان كيداني المجتمع والجهات الحكومية على زيادة مساهمتهم لتعزيز الجمعية التي أسست على مستوى المديرية وتصحيح النظرة المتخلفة تجاه ذوي الإعاقات الذهنية وإدراك أسر المعاقين والقائمين على رعايتهم فوائد الانخراط في الجمعية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أمرت روسيا بإغلاق القنصلية الرومانية في سان بطرسبورغ وطرد قنصلها العام ردا على إغلاق البعثة الروسية في مدينة كونستانة الساحلية الرومانية. وبلغت العلاقات بين روسيا ورومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أدنى مستوياتها بعد سقوط طائرة مسيرة على منزل في مدينة غلاتي الرومانية على الحدود مع أوكرانيا الشهر الماضي. واتهمت رومانيا موسكو بإطلاق المسيرة التي أصابت مبنى سكنيا خارج أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدأ الهجوم الروسي عام 2022 وهو منفته روسيا. وبعد توبيخ في وزارة الخارجية الروسية سلم المبعوث الروماني كريستيان ستارتي مذكرة تعلن القنصل العام الروماني في سان بطرسبورغ شخصا غير مرغوب فيه وفقا لبيان الوزارة. وجاءت الخطوة ردا على قرار بوخارست إغلاق البعثة الروسية في مدينة قسطنطين الواقعة على البحر الأسود. استقبلت رئيسة المكسيك كلاوديا شانبوم الملك الإسباني فيليب السادس عشر في القصر الوطني في العاصمة مكسيكو في لقاء وصف بالتاريخي في اتجاه تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي على خلفية مطالبة المكسيك رسميا التاجر الإسباني بالاعتذار على الانتهاكات التي ارتكبت إبان الغزو الإسباني لأمريكا. وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان رسمي أن اللقاء بين الملك ورئيسة المكسيك يأتي في إطار فتح
صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن إسبانيا من أكبر شركاء المكسيك داخل دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان أن المحادثات جرت بين فيليب وشانبوم جاءت في إطار تعزيز الاعتراف المتزايد بأهمية الشعوب الأصيلة في التاريخ المكسيكي. وفي الإطار ذاته قال شانبوم أن الاجتماع مع الملك كان وديا، وأنها ناقشت معه أهمية الشعوب الأصلية عبر التاريخ، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يصب في خدمة الشعبين. قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها ستعمل سريعا على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تدريب 500,000 مسيرة محاربة ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء رويترز. ويخطط الجيش أيضا لإنتاج 110,000 طائرة مسيرة بحلول العام 2029 لنشرها في جميع وحدات الجيش والبحرية والقوات الجوية والممشاة البحرية، بهدف جعل المسيرات عنصرا تقليديا لكل جندي. وتكثف الكوريتين جهودهم لبناء قدرات في مجال الطائرات المسيرة مع استخلاص الدروس المستفادة من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، حيث كانت تلك الأنظمة غير المأهولة عاملا في غير القواعد اللعبة في ساحة المعركة. ألقيت أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين من اليابان، فيما أوصت السلطات بإخلاء بعض المناطق بسبب خطر حدوث فيضانات وانزلاقات ترابية. وتقترب العاصفة ميكال مصحوبة برياح عاتية قد تصل سرعتها إلى 144 كم في الساعة وفق خبراء الإرصاد الجوي، فيما بدأت تهطل أمطار غزيرة على بعض المناطق في جنوب اليابان وغربها. ويتوقع أن تتركز العاصفة على طول جزيرتي كواشي وشيكاغو خلال نهاية الأسبوع. وأعلنت جابان إيرلاينز والبين إيرنوس إلغاء 57 رحلة جوية على التوالي من منطقة يوكوهامي وكاشيما وإليهما. ووصلت سلطات منطقة كواتي بإجلاء آلاف السكان محذرة من حدوث انزلاقات ترابية. عناوين النشرة مرة أخرى: أعضاء السلك الدبلوماسي يعزون الرئيس إسياس أفورقي. الاتحاد الوطني للمرأة يعقد اجتماعه التقييمي النصف السنوي. المدرسة الفنية بالرقم حارة تخرج طلابها بدرجة الشهادة. روسيا تغلق قنصلية رومانيا وتطرد القنصل العام. ملك إسبانيا يلتقي رئيسة المكسيك في مكسيكو لطي صفحة الماضي. كوريا الجنوبية تعتزم تدريب 500,000 مسيرة لمواجهة جارتها الشمالية. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.